خوتي كلشي معاكم مواتي. كتبدا القصه في واحد المدرسه يابانيه، هذه ماي فقيره كنسمع فيها بوها فاش يلاه تزادت، ومن ديك الساعه هي عايشه مع امها اللي غتكون دابا مريضه بزاف. معايا كان عندها واحد الذكاء خارق للطبيعه، كتقدر تحل معادلات صعاب، اي حسابات شافتهم ما كتعاودش تنساو، وهادشي سبب ليها المشاكل مع الاساتذه. كيفاش؟ مثلا بحال واحد النهار خلات الاستاذ تشال الشرح ديالو وناضت السبوره بقات كتصاح ليه داكشي اللي كتب بالفرشه. التلاميذ بقاو كيضحكوا، الاستاذ ما تسرطاتش ليه. وملي تعاود هاد الفراش بزاف ديال المرات قرروا يحولوها لمدرسه اخرى تكون كتناسب المستوى ديالها. كتبصح كان ضارب عليهم جوج دورات. في الجهه الاخرى كنشوفوا واحد القراع سميتو لوب داخل الحلبه ديال القتال، وملي تشوفوا شي قرع في البدايه ديال القصه عرفها غتبلبل. صيفط الخصم ديالو جوج كروشيات ملاح ناعسو. في العشيه المهلي كان فرشخ، والقرع دخل عنده جبل عبار مع مراته، بدات كتسب واش بقات عليه وقالت لي غتنتقم منه على داكشي اللي دار الراجل، وجرات عليه من تما. ولا متفقين معاك، حيت ضرب لك راجلك، ولكن هو اش كيدير تما؟ القرع بقى فيه، ومن تما قصد الشخص اللي كينظم الكومبيت شدو طلق ليه كروشي شاود روحي يدخل مع واحد ضعيف، وهما كيناقشوا. كنعرفوا باللي القرع كان متفق معاهم يخسروا الجوله الثانيه، ولكن دوك الكروشيات اللي دخل الخصم ديالو خلاه يطيحو كاو قبل حتى ما يتوصل. بسبب هذا الشيء خسر هاد الساط مليون دولار كان مراهن عليه بها، ومصاب يكون جات غير في هاد المافيوزي. هذا المافيوزي واحد اخر كان مراهن على القرع بنص ديال الثروه ديالو، اكيد من بعد ما خسرها بسببه ما غاديش يزقلو. نرجعوا عند ماي. الخبر القدره ديالها داير بوم في المدينه. في واحد النهار هي خارجه من المدرسه، ما عرفاش شي وحدين يخرجوا ليها، هزوها في الطوموبيل وعفاط. من بعد مده وصلوا المقر ديال واحد العصابه، هذا الرئيس ديالهم سميتو هان. مع دخلوا ليه ماي بدا يعطي شي ارقام تحفظهم باش يتاكد من داكشي اللي سمع عليها، وغنعرفوا باللي خطفوها باش يستغلوا القدره اللي عندها في الاعمال ديالهم. ماي في الاول رفضت التعاون معاهم، ولكن ملي قالوا ليها غنتكلفوا بعلاج ديال ما وافقت في البلا. من هذا النهار بدات الخدمه داكشي ساهر، كدوروا الدردل على الكازينوات ديال هان، تحفظ المعاملات اللي كيوقعوا وسطهم. من بعد ايام كتعاود ترجع تشوف واش كلشي غادي هو هذاك، واي مسؤول في الكازينوات ديال هان حصلته يختات اموال كيصفيوها ليه، بحال قلتي خدامه كونترول على الاعمال ديال هان. واخا ما حاملاش هادشي الامور طيبه، كتاكل مزيان، كتنعس مزيان، ديما دايرين بها الحراس. شويه بشويه بدات كتولف، حتى لواحد النهار في الناموسيه ديالها وصلت لها الخدامه خبر موت امها. ماي صغيره سمعات هاد الشيء تصدمات، وفي نفس الوقت حاولت ما يسمعوش الحراس ديالها، حيت الا مشاو تعرفوا الخدامه وصلت الهضره غيقتلوها. نرجعوا عند القرع. واحد النهار هو راجع للدار وصلتو خبر باللي داك المافيوزي اللي راه عليه وخسر بدا كيقلب عليه. صاحبنا ما سمع هادشي، حاول عيط لمرته وقول لها ما تمشيش للدار، ما جاوباتوش. ديك الساعه شد رجال تما وصل لدارو، لقى الدنيا هانيه، ولكن هو دخل لبيتو ويشوف مراته تصدم بالرجال ديال المافيوزي مصفينها ليها وكيتسناو تما. صاحبنا شاف هادشي تصدم، تدمر ولا باغي حتى هو يموت، حيت الحاجه الوحيده اللي كان عايش على قبلها مشات. جلس في الارض طلب منهم يقتلوه، ولكن ولد المافيوزي واللي معاه ملي شافوه معذب فضلوا وخليوه هكاك، وباش يزيدوا ضغطوا عليه وانتقموا منه وقالوا لي اي واحد قرب ليه غادي نقتلوه. القرع سمع هادشي ما رضاش جمع حوايجو وخوا المدينه. نمشيو عند ماي. مع فاقت هاد الصباح خداها البيرو، عطا شي نوامر حفظاتهم، وراه حرق ديك الورقه وصيفطها مع المساعده ديالو. في الطريق المساعده والرجال ديالو غادي بماي توصل الارقام شي بلاصه، كتسمع ديك بشاخ. دخلوا في الطوموبيل، نزلوا شي وحدين بداو تبادلوا التير مع الرجال ديال الهار، وغتقربوا بلبل. المساعد شاف الرجال ماتوا، دوك الاشخاص غادي نشدوا ماي دارني يشفيها، وهنا غنعرفوا باللي هاد الاشخاص هجموا عليهم باش ياخذوا دوك الارقام اللي حافظاهم. يلا غيتيري فيها باش ما ياخذوش الارقام، طرنوا غيبوا خداو ماي وتحركوا من تما. كنشوفوها في البيرو مع الشاف ديالهم، ما كطلب منها تعطي ارقام والو، ما بغاش. جابوا واحد البنت تحاول تقنعها حتى هي والو، رفضات تعطي داكشي اللي بغاو، حيت عارفه باللي مع غياخذوها غيقتلوها. هما مازال كيهدوها، سمعوا البوليس كيدق في الباب. هذا الضابط بول كان عاون هان يخطف ماي ويخليها تخدم معاهم. ملي وصلت اخبار ديال اختطافها من طرف ايماي، جاي يرجع لهان بحال قلتي كيحاول يحل مشاكل بين جوج عصابات، في مقابل ياخذ الباي من الاعمال ديالهم. هو كيهضر مع ايمار كيقول العرض ديالها مقابل رجع ليه البنت. استغلت ماي الغفله ديال ايماي وعلقات من تما. ايماي ما اكتشف هذا الشيء على مولف وهان حتى هو وصلته الخبر، وديك الساعه كلشي كيقلب عليها. نمشيو عند القرع. مورا موت ديال مراتو حياته دمرات ولا متشرد. من بعد مده على هذا الشيء قرر باللي صافي غادي يسالي حياته. قصد انفاق المترو كيوجد باش يتلاح، دوروا جو لقى واحد البنيه كتشوف فيه وشكون غتكون ماي. صاحبنا ما بغاش يتلاح قدامها حيت صعيب عليها تشوف واحد كيتسحق تحت المترو وهو كيتسنى تمشي باش يتلاح. ضرب على الرجال ديال الايميل تابعينه وهي كتحاول مسكينه تخبى منهم. طلعت ماي المترو، طلعوا رجال موراها. هنا تاكد باللي شي حاجه ماشي هي دي. ناض حتى هو قصد المترو يعرف شنو واقع، ولكن قبل ما يوصل سدوا البيبان وتحرك. صاحبنا ما كانش ناوي يتزاقل، مدار داك شد العضه، طلع اللور حاول يهرس الباب ما بغاش يتهرس. ديك الساعه طلع كيجري من الفوق، دخل من واحد البلاصه تما بقات البنت هاربه من الرجال حتى وصلت اخر مقطوع. هما محاصرين كيوجدوا باش يدخلوا شدوها، ما عرفوا القرع منين خرج ليهم. شد الاول من فمه، شد حبو ضربوا بطيط، هجموا الاخرين بدا يخلط فيهم كروشيات المسمن الراوند كيك. نعسوا كل كيك، لقاو تلقى مع الاخر جاب لي راس المال مع الحديده، طيحهم كاملين. حاول واحد يغفلوا فردي مع زرب تغلب، طلق ليه حيد ليه تيرا فيه ان لله ودي احمد. البنيه شافت المنظر حساب لها واحد من العصابه باغيين يخطفوها. داكشي علاش علقات من تما. هي خارجه كتجري، جاب تعبر مع جوج ديال الضباط دايرين يديهم مع
العصابه شدوها تاكدوا منها عيطوا الشاف ديالهم يعلموا حتى تصالات لهم القرع هاك شد لقى غريت لهم نعماسي هز مع البنت صوت عرض ضربوا عليه الضباط اخرين من بعيد وصلت اخبار العصابه صاحبونا شافهم قربوا وصلوا عنده دخل لانتير دخلوا لي تابعينه تما بدا كيجيب واحد مورا واحد باغي يتبع القرع انت فيو دخل واحد الزنقه دخلوا مورا تما لقاو الطوموبيل اللي كان فيها واقفه والبنيه غبر ليهم راتر اتخرج كي تليفون ما عطلهم صفى لهم كاملين وخدا مع البنيه وتحركوا اول حاجه داز لواحد المحل تقليدي تقدى حوايج جداد مورا تحركوا واحد اللوطيل سولاتو ماي علاش مغابر حياته على قبلها رد عليها باللي بسببها تراجع على فكره الانتحار ودابا غيرد لها الجميل مورا ما عرف على راسو وغيبان باللي حتى هي ارتاحت ليه وما بقاش خايفه منه سولها شنو واقع على التابعين عاودت ليه لافير كامله من اللحظه اللي خطفوها فيها وهي خارجه من المدرسه حتى تلاقات به وهي كتعاود ليه على دوك الارقام اللي خلاوها تحفظ لاحظ صاحبنا باللي دوك الارقام دايرين بحال الكود ديال شي خزينه وانا غيبان باللي حتى هو ذكي بزاف ماشي للدرجه اللي واصله لها هي ولكن مزيان هما كيناقشوا وقف المساعد هان الرجال ديالو قدام لوطيل اللي نازلين فيه كيفاش تبعوهم من بعد ونعرفوا دخلوا اللوطيل سول على الغرفه اللي فيها هما ما باغيش تقول لهم ختنا قال لي هادشانك راه خاطفه لي بنتي والو ملي شافها ما ناوياش تعاون معاه جبت سلاح نيش فيها الحراس ضربوا في الكاميرا خرجوا وقفوهم ولكن خونا ما ناويش يتراجع هو وصاحبه تيرا واحد منهم في الحارس قتلوا حارس الثاني شاف صاحبه مات بدا كيتبادل معاهم التير ولكن في الاخر قدروا صفي والي حتى هو القرع سمع الصوت قرطاس طال من الشرج بانوا ليه شي وحدين مسلحين قدام الباب عرفهم وصلوا ليه قلب البنت حوايجها لقى عندها تليفون وغيكون عرفوا الفندق اللي مخبين فيه عن طريق الجي بي اس شارجه صاحبنا سلاح عطى الماي ورقه كتبت دوك الارقام اللي تابعينها على قبلهم وصاها في حاله الا شدوها ما تقوش ليهم راه عطاتهم ليه هما خارجين مع تيرا في حبهم قرع طيح جوج منهم هبطوا والقرع مشبكه مع التشانك والرجال ديالو غيكون النص الاخر مكبتها مع البوليس برا قرطاس يترعرع والصوت يتنعنع البوليس كيتيروا وغيبان باللي ما ناويش يخليهم يدخلوا القرع هنا كيدور كيقلب على شي مخرج يعلق منه ما لقاش ما عنده حتى شي حل من غير يواجههم وهما مسنينو في الريستو ديال لوطيل خرج لحبهم ضرب الاول وجا غيب وبدا كيشكل ليه في البشره ويعطي الملاوي الثالث نعس انت والحافظ الله دكاع عدم ولا طيح بزاف منهم ولكن هو مازال مدابز معاهم خرج شان خدا الدريه بدا كلشي كيتيري فيه صاحبنا شاف راسو تحاصر جاب واحد الغليظ نقص به الشرج مكلا به الطيحه شانك مورا ما خدا البنت تيرا في واحد من النزلاء ديال الفندق صفا ليه باش يدير روينه والنزلاء الاخرين خارجين تخلطوا معاهم وخرجوا هكا قدروا يعلقوا البوليس اللي كانوا في الباب في جهه اخرى غنشوفوا وولف كيهضر مع المحافظ ديال المدينه مع القرع وغنعرفوا باللي كان عميل سري قبل الموت ديال مراته سولوا وولف محافظ شنو دخلوا في داك النزال هو عميل سري ولكن حتى المحافظ ما كانش عارف علاش دار داك الشيء القرع من بعد ما خدا البنت ما عرفش فين داوها والحاجه الوحيده اللي كانت عنده هي البسطام ديال واحد من رجال ايميل قلب داك البسطام لقى فيه العنوان ديال واحد المطعم كيتجمعوا فيه هما تما مقصرين دخل مع واحد البوكوسه تلاقاها في الباب والبنت اللي خدامه تما كتسولو واش باغيين شي طبله كتكون غيكون القرع كيدور في عينيه في البواط كيهندس يقلب على الرجال ديال ايميل مع شافهم ما عرف شحال هما طلب من البنت اللي دخل معاه دير براسها نسات شي حاجه وتخرج من البواط خدات بنت فلوس تحركات بحالها وقصد واحد من الرجال ديال ايميل كان في كونطوار ويغفلوا صاحبنا في فورش يطيح في عنقو ناضوا الاخرين تيروا في حبهم صيفط ليهم صفا اليوم ملي خلى طيح اكثر من نايض خدم مع ولد ايميل وتحرك من تما في هاد الوقيته غيكون ايميل في واحد المطعم مع مراته وولادو وضاحك وناشط عيط عليه قرع من التليفون ديال ولدو ايميل شاف ولد كيصون قال غالبا لقى البنت ولكن مع جاوب تصدم بالقرع كيسول شنو في ديك الخزنه سولاش من الخزنه صاحبي قال لي الخزنه اللي عند البنت كودات ديالها ايميل مورا الهضره صافي تاكد عرف كلشي وديك الساعه بدا يعاود لي ديك الخزنه اللي حفظوا البنت كودات ديالها غتكون فيها شي 30 مليون دولار ما كاينش غير هي كاين بزاف ديال الخزنات بحالها واللي ما فيها 30 مليون دولار كانت فيها شي حاجه قيمه ديالها 30 مليون سولوا القرع فين كاينه الخزنه اللي حافظ شنو البنت الكود ديالها عطى العنوان ديك الساعه قطع التليفون وعيط له رفو شي ضباط خدامين معاه قال لهم على ديك 30 مليون ودار معاهم يتلاقاو من بعد مده قصيره غنشوفوهم واقفين قدام كازينو في الملكيه ديال الشينوي تما غيبان باللي كاع دوك الضباط حاقدين على القرع وكل ما كانش قضيه فيها 30 مليون كانوا غيوصلوا يتيروا فيه سولوا كيفاش البلان ديال 30 مليون اللي دو في التليفون قال لهم حقه في القابو ديال الكازينو كاين واحد خزنه فيها العاقه وجبتكم هنايا باش تعاونوني نستولى عليها في المقابل نقسم معكم قال لي واحد منهم ديروا قتلنا العصابه ديالها وصلنا الخزنه الكودات باش نحلوها فينا هما نسيت عطاوني شي بريكه عطاو وولف بريكه مع شده في يدو حرك ديك الورقه اللي كانوا فيها الكودات بهذا الشيء بقاو غير في راسو وخاصهم يحميو الا بغاو وصلوا الفلوس الضباط ملي تحرقت الورقه قدامهم حسوا بالشمته ولكن ما عندهم ما يديروا ضربوا الجيليات ديالهم هزوا الاسلحه قصدوا البواط على اساس يقلبوا على المجرم وصلاتهم الخبار راه كاين تما ولكن ما حطوا رجليهم لداخل خلاو الرجال ديال هاني بداو يتيروا باش تكون عندهم حجه على اطلاق النار موراها بداو يطيحوا فيهم واحد مورا الاخر القرع في الجهه والضباط في جهه اخرى وغتنوض الريقاطه حتى الرجال ديالها جوج من الضباط اللي مع القرع قدروا صفيوا عليهم كاملين وقصدوا الخزنه ووصلوا تما صفاو الواحد كان قدام الغرفه لصقوا المتفجرات فرقعوا الباب هكا ولا مباشره قدام الخزنه واللي بقى هو يدخل القرع الكودات وياخذوا الفلوس ويتحركوا قبل ما يبدا يحلها طلب منهم يحطوا الاسلحه حيت ما تايقش فيهم الضباط سمعوا ليه حيت ما عندهمش شي حل اخر هو كيدخل الكودات كيشوف
يشوفوا فيه باش يلا يفتح يصفي والي، ولكن مع القراع حتى هو مريقل. ومن بعد ما دخل كاع الارقام مع وصل الرقم الاخر غفلهم جبد الفردي تيرا فيهم وخلى وولف حيت غيحتاجوا باش يخرج من الكازينو. عمرو ديك فلوس حتى كانوا هما خارجين من تما لقاو البوليس في الباب كما توقع القراع. سولوا واحد منهم اش واقع، قال لي ما كتشوفش راس الحمار كانت عندنا مداهمه راه درناه، وغيبان باللي وولف عنده رتبه كبيره في البوليس وداك الشيء علاش خلى القراع حي شارجاو الفلوس في الطوموبيل تحركوا من تما. وفي النص ديال الطريق نزل دار لي واحد تكتيفه مزيانه وضرب مع ولد ايماي في الكوفر غير باش نعرفوا مزيان شنو واقع. الخزنه الاولى اللي سرق كانت فيها 30 مليون هي اللي حافظه البنيه الكودات ديالها، اما الخزنه الثانيه فكان فيها واحد السيدي في شي ادله قادرين يصيفطوا مسؤولين للحبس. والكود ديال الخزنه الثانيه كان عنده واحد سميتو اليكس. هاد اليكس كان مع القرع في المخابرات، هو في طريقه عنده يعطيه الكود ديال الخزنه اللي فيها السيدو وياخذ ديال اللي فيها الفلوس. عيط عليه القرع سمع صوته تصدم حيت هو اخر واحد كان غيتوقع غادي يهضر معاه. سولو شنو بغى منه، قال لي ديك الخزنه اللي غادي تاخذ الكودات ديالها من عند شينوي ديجا حليتو خديت كاع الفلوس اللي فيها. اليكس ما سمع هادشي ضربه وضاو. سولو مادام خديتي الفلوس شنو بغيتي مني اخر؟ القرع سالو بيا قال لي فاش غتلقى بالشينوي غتكون معاه واحد البنت صغيره هي اللي حافظه الكود بغيتك تجيبها لي في مقابل نعطيك كاع الفلوس. اليكس وافق. ومن بعد مده قصيره تلاقى تشان والرجال ديالو. تشان مسني يجبد القلم يكتب الكودات اللي غتقولهم ليه البنت باش مورا يعطيهم هو الكودات اللي عنده. جا فيه بواحد القلم قتلو، بغا تشانجي تيري فيه طاكا جبد الفردي تيرا في هذوك اللي معقتلهم قتلو حتى هو وخد البنيه وتحرك من تما. مشيو عند المحافظ هو في واحد الحفله منظمه في دارو. غوت لي المساعد ديالو قال لي اليكس كيعيط عليه، ولكن من يطلع عنده لقى القرع كيتسنى تما. جا المساعد ديالو غيبو وقال لي عطاه القرص اللي فيه المعلومات ولا غيقتلوا المحافظ في الاول نكر. ولكن ملي شاف القرع ما غاديش تيقو حل الخزنه عطالي. جرب القرع داك السيد لقاه حقيقي ديك الساعه. جا في حبو غيبو وتحرك من تما. الصباح كنشوفوا اليكس كيتسنى في واحد البلاصه. من بعد مده قصيره وصل القرع. سولو اليكس فين الفلوس لاح الفردي وقال لي اش بالك تحاول تخليني نوريك فين درتهم. اليكس في هاد الوقيته ما كانش يقدر يقتلو حيت الا مشى حتى دارها عمرو غيعرف فين خبى الفلوس. داكشي علاش حط السلاح ديالو. تلاقى البنت قصدي فاريه وهي اليكس كان تيق في راسو حتى هو كيبان صحيح، ولكن قبل ما يبداو الفايت البنت هزات الفردي تيرات اليكس الرجل طيحات وهو كيحاول يوقف. القرع هز الفردي قبل ما يقول حتى شي كلمه تيرا فيه قتلو. من بعد ما تهنى من اليكس واسترجع ماي حفظ كاع المعلومات اللي في داك السيدي وصيفط لهان واللي مع رساله كيقول ليه فيها باللي لا عاود يقلبوا عليهم غيخلي البنيه تعاود البوليس كاع المعلومات اللي في سيدي. هادشي دمروا في مره هكذا قدر صاحبونا يعتقل بنت منهم في الاخر خداو كاع دوك الفلوس وشدوا طريق مدينه جديده يبداو فيها حياتهم. حتى هنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. ما تنساوش لايك كومونطاريو اجي بارطاجي. كان معكم عالم ديس ملخصات والجديد جاي في الطريق.